كان الصباح لا زال مبكرا حين أخذت الجموع طريقها إلى الميدان الكبير، فلكم أعطتهم الحب ولكم عاشته معهم عميقا صافيا ونقيا، حب الخالق جل وعلا، حب الوطن عز وسما، حب النيل والأرض والحياة. ويستمر التدفق على الميدان من كل صوب ومن كل اتجاه، ويضيق المكان على سعته حتى تزدحم كل شرفة أو نافذة تطل عليه، ويقفل كل شارع أو طريق يؤدي إليه. منها خلقت وإليها تعود. إنها صورة من أجمل ملامح مصر، وواحدة من معالمها كالنيل والنخيل والهرم، تجسيد لأبرز سماتها الشموخ والعراقة والإيمان. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وتتقاطر وفود المعزين من كبار رجال الدولة، ويصل مندوب السيد الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ليشارك في وداع ابنة مصر العربية بنت أرضها الطيبة أم كلثوم. الميدان كله تأهب واستعداد، وفي داخل المسجد وقت قد حان ليتحرك الموكب الكبير، ويقف عشرات من المراسلين والمصورين والصحفيين لينقلوا إلى أسماع العالم كله وأبصاره وقائع اليوم المشهود. وساخنة الآهة الأخيرة تخرج من الصدور، والموكب الكبير يبدأ أولى خطاه من مسجد عمر مكرم إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة. الموكب رسمي يظله الخشوع والإجلال والتسليم بإرادة الخالق سبحانه، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد عرف الناس فيما عرفوا عن أم كلثوم إيمانها القوي بالله، وعلى طول الحياة ما توقفت قط عن ترديد ما يقرب بين العبد وربه، وما يعمق في الصدور والوجدان الإيمان بعظمة الباري جل شأنه. إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها، تقاربت يا رب ما بيننا مسافة البعد على قدرها. وعرف الناس فيما عرفوا عن أم كلثوم إيمانها العميق بعروبتها. وطنها مصر، وطنها كل الأرض العربية، وكما عاشت في قلب مصر عاشت في قلب كل قطر عربي. على امتداد الأرض العربية كلها كان انتظارها بالحنين والشوق مع مطلع كل شهر،
وحين كانت تزور أي بقعة عربية كانت الحفاوة بها تفوق التصور. كم تغنت بأمجاد أمتها، معبرة عما يصبو إليه الشعب العربي في كل مكان، وكم كان صوتها أداة تقرب المشاعر وتوحد الصفوف. ويمضي موكب الخلود في طريقه، وحين تطل أم كلثوم على ميدان التحرير تتلاطم أمواج البشر. كل من في الميدان يود أن يقترب من جثمانها، يلمسه بيديه، يملي عينيه بنظرة أخيرة، يلقي عليها نظرة الوداع. لقد عرف الناس فيما عرفوا عن أم كلثوم إيمانها الصادق بفنها. إنها فنانة الشعب التي أعطت وظلت تعطي، وقدمت فبذلت بسخاء، ذوبت الروح واعتصرت القلب، أنغاما تمسح آلام الكادحين، تضيء الأمل، تداوي الجراح، تعيد للحياة الفرحة، وتسعد وتبهج قلوب الملايين. أنا الشعب والمعجزة، أنا الشعب لا شيء لا صاح من الشعب صوت ضليل قوي أمي عميق. وتمر دقائق يتبين بعدها أن المحافظة على مضي الرجل في طريقه المرسوم قد أصبحت ضربا من المستحيل. أعطيت التعليمات للصفوف الأولى من الموسيقى وحملة باقات الزهور بالإسراع في الخطوة، ولكن كان الحب أقوى من أن توقفه سدود، ويندفع الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، ملايين، يحولون الميدان كله إلى مشهد من مشاهد التاريخ قل أن يتكرر، إلى صورة من أعمق صور الوفاء، إلى لحن من أصدق ألحان الخلود. إنه الشعب الوفي الأصيل النبيل، إنه الشعب يرد الجميل. أكثر من نصف قرن من الزمان وصوتها ينطلق من قلب مصر، وحياتها كلها من أجل مصر، وحبها كله لأرض مصر ونيلها وسمائها، جهدها كله في جانب نضال شعبها الذي أحبها بغير حدود. وخرج اليوم يودعها وتودعه، كثيرا ما سمع منها، وها هي بدورها تسمع منه الوداع. وبدا النعش فوق أعناق الآلاف كقارب فضي في محيط من البشر، ويحاول الموكب المهيب أن يشق طريقه. إنه الآن وقد دخل شارع طلعت حرب، قد تحول إلى موكب شعبي خالص، مزيد من الآلاف يحتويهم الموكب، يمتلئ بهم الطريق. كانت طلائع الموكب قد وصلت إلى ميدان طلعت حرب، لكن امتداده كان ما زال في ميدان التحرير. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. تضم الصديق وتمحو الدخيلة. أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشعب وأنا الشعب. أكثر من 10,000 ضابط وجندي من رجال الشرطة كانوا يحاولون أن يفسحوا للموكب طريقا وأن يحددوا مساره واتجاهه، ولكن سرعان ما ذاب الجميع في حزن عميق، وأمام الحب والحزن اختلط الجميع واندفع الجميع. وآلاف جديدة تلقي بنفسها في بحر الحب وفيض الوفاء.
حين يدخل الموكب بالمشقة والصعوبة والعناء شارع صبري أبو علم، تصر الجماهير على أن تحمل بنفسها أم كلثوم إلى مثواها الأخير. وعند جامع جركس حيث كان مقررا أن ينتهي سير الجنازة كانت كل الشوارع قد سدت، وكل الطرق لم يعد فيها موضع لقدم، فكان لابد للموكب المهيب في يوم القاهرة المشهود أن يجد لنفسه طريقا آخر، ويمضي الموكب حتى يصل إلى مسجد الإمام الحسين. وفي أرجائه الطاهرة ارتفعت صلوات الآلاف على روحها الطاهرة قبل أن تحمل إلى حيث مصير كل إنسان. وهنا يطوي التاريخ صفحة حياة، ويضم الثرى جسدا في حناياه، وكالنيل دافقا كل يوم في ربى مصر، وكالهرم شامخا إلى الأبد فوق أرضها. ستبقى أم كلثوم خالدة في ضمير شعب ووجدان أمة، خالدة في حمى الفردوس في رحاب الجنة. عن